السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وناشطين في نفس الوقت. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم الوصفه ديالي في تحضير قلب اللوز ولا الهريسه، لانه كل منطقه كيفاش تسميها. هذه ان شاء الله راح تكون الوصفه التقليديه تاع زمان اللي ما يجي فيها لا حليب ولا ياغوت ولا اي شيء، وتجي البنات تهبل خيم تاع السوق. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو. اول حاجه نحضروا الشربات، ومن الاحسن ليله من قبل. دائما بنفس الكاس نكمل به الوصفه ديالي، يعني عامله 3 كيسان تاع الماء وزوج تاع السكر، ماشي مملوء الثاني، يعني قريب ما يمتلئ الثاني. ولا حبيتو كاس ونصف تاع السكر وعدت القرفه. وهنا من بعد ما بدا يغلي زدت له 10 دقائق وضفت له كما راكم تشوفوا شويه تاع القارص يعني الليمون ونصف كاس تاع ماء الزهر. وهنا نطفي على النار ديالي لان الشربات ديالي راها جاهزه ونخليها تبرد، انا حضرتها ليله من قبل. ونمشيو درك للسميد. حاولوا تختاروا النوعيه المليحه تاع السميد باش القلب اللوز ديالكم يجي ناجح. بالنسبه لي ساكنين في امريكا، انا هذه هي النوعيه اللي نستعملها تاع زياد سميد الخشن. كانوا بعض الاخوات خلاو لي بعثوا لي رسائل في بريفي قالوا لي صح هو سميد زياد لكن ماشي خشن بزاف، هل تنجح لنا الوصفه تاع قلب اللوز؟ البنات تنجح لكم كما راكم تشوفوا، راح نخدمها معكم اليوم. هذا هو لانه هما عندهم سميد خشن لكن ماشي خشين كما تاع البلاد، يعني يجي يشبه شويه على الموين. هذا مكان البنات اللي راكم ساكنين هنا في امريكا غير جربوه بهذا النوعيه تاع زياد الخشن وان شاء الله راح ينجح معكم. انا دائما بنفس الكاس اللي راكم تشوفوا اللي حضرت به الشربات هو اللي راح نحضر به القلب اللوز ديالي. راني واضعه هنا 3 كيسان تاع السميد الخشن وزدت معاهم 3 كاس ونصف زيت شويه، يعني ماشي مملوء الزاوج، يعني كاس ونصف. انا نفضل كاس ونصف باش ما تجيكمش حلوه بزاف. اذا عملتوا 3 كيسان تاع سميد كاس ونصف تاع السكر يكفي. وزدت شويه تاع الملح ونحاول هكذا نبسس في السميد ديالي بدي الطريقه. لازم نمزجوا غايه الغايه السميد مع السكر. وحاجه مهمه البنات، حاولوا تجيبوا هذاك السكر كما اللي نعملوا انا ما يجيش خشين، يجي شويه ناعم، ماشي سكر ناعم، لا هو السكر لكن واحد النوعيه اللي ماشي خشين. يعني هذا يساعدكم غايه الغايه باش تنجح لكم الوصفه ديالكم في قلب اللوز. من بعد كما راكم تشوفوا ضفت عطر اللوز باش تعطينا نكهه رائعه في قلب اللوز ديالنا، هذا اختياري. وراح نضيف الزيت دائما بنفس الكاس، يعني ترفدوا فقط الثلث، يعني الكاس مملوء تقسموه على 3 كاس، على 3 ترفدوا فقط واحد الثلث تاع الكاس. ونبسس به السميد ديالي دائما بنفس الطريقه. من بعد ما شربت السميد ديالي بالزيت، واش راح نضيف هنا؟ هذا كاس النصف ديالو ماء والنصف ديالو ماء الزهر. انا ما راحش نستعملو كامل لانه راكم عارفين كل النوعيه تاع السميد وكيفاش، كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. انا واش راح نضيف؟ راح يرفد ليش هذا الكاس كامل، راح دوك تشوفوا شحال يبقى لي منه، لانه راح نشربوا على مرحلتين. هذه المرحله الاولى اللي راني نشرب فيه ولا نبسسو بالماء مع ماء الزهر. ودائما تحاولوا كما تعملوا الطعام يعني الكسكس بشويه حتى تحصلوا على القوام اللي راكم حابينه. هنا خلاص البنات حصلت على القوام اللي حباتو. شوفوا ما ديروا هكذا يولي يتشكل معكم. الماء الكميه انا جاتني لانه حسب النوعيه تاع السميد، يعني جاوني زوج تاع الثلث، يعني الكاس على تقسموه على 3 جاوني برك زوج. وشوفوا شحال بقالي. انا درك واش نعمل؟ راح نغطيه ونخليه حتى يرتاح تماما، يعني حتى نحسوا باللي نشف شويه عاد باش نطلعوا من بعد ان شاء الله. من بعد ما خليته ارتاح البنات عاود واحد الساعتين ونصف وليت له، حسيتوا باللي نشف شويه ماشي بزاف لكن تحسوه باللي نشف لكم شويه. راح نكرر العمليه ونستعمل هذاك اللي كان باقي لي تاع الشربات، ماشي الشربات اللي كان باقي لي تاع ماء الزهر. يعني استعملت واحد الملعقه ونصف كبيره حتى 2 معالق كبار، يعني ماشي كميه كبيره. ونبدا نبسس في السميد ديالي بدي الطريقه. شوفوا البنات شحال بقى لي، واحد الثلث ولا اكثر تاع الماء الزهر.
اما بالنسبه للافاغس راح نستعمل اللوز. انا راه عندي هذا اللي بلا قشره لانه كنت خدمت واحد الحلوى وكان باقيلي، لكن ما كاش مشكل تستعملوه بالقشره ديالو. واش ضفت له شويه تاع القرفه. بالنسبه للكميه تاع اللوز واحد 100 غرام تكفيكم تاع اللوز، انا راه عندي عندك اقل من 100 غرام وكفاتني. ضفت القرفه كما شفتوا. راح نضيف ثاني غبره الشوكولا، هذه البودره تاع الحلويات. علاش؟ باش تعطينا واحد اللون اللي يعني باش نشوفوا هذاك الحشوه تاع اللوز ديالنا في قلب اللوز وتجي باينه. دوك تشوفوا ان شاء الله النتيجه الاخيره. ومن بعد ما نمزج كلش، هنا راح نزيد شويه تاع السميد هذاك ديالنا تاع قلب اللوز ونمزجوا معاها هكذا باش تعطينا نتيجه احسن. يعني سيوها بهذه الطريقه وان شاء الله راح تحسوا بالفرق. وبيان سور نجيب البلا ديالي اللي راح نحط فيه قلب اللوز ديالي. هذا السنتيم ديالو والله ماني عارفه البنات. المهم هذا راه تاع الفرن راه موجود في كل بيت، صغير الحجم ماشي كبير. والطريقه كما شفتوا، الطبقه الاولى تاع السميد ومن بعد وضعت الحشوه ومن بعد الطبقه الثالثه، وبالملعقه نحاولوا نملسوا هذاك السطح ديالنا ونحدد فقط من الفوق ماشي كامل، يعني فقط من الفوق الشكل تاع قلب اللوز. ونزيد حبيبات تاع اللوز هكذا كديكور من الفوق. بالنسبه للفرن انا عملته على 150 درجه تاع الفرن حتى 160. وهنا من بعد ما طابت من التحت والحواشي كامل طابوا وبدات تحمر لي من الفوق، وضعت الزبده ورجعتها للفرن باش تحمر من الفوق. هنا من بعد ما طابت كامل جات مرحله تاع الشربات. لازم الشربات تكون بارده وقلب اللوز ديالنا سخونه مباشره من الفرن. نحاولوا نشربوها بالشربات. من بعد ما نعمروها يعني نشربوها بالشربات رجعتها انا للفرن واحد الدقيقه او اقل، يعني تشربها تمتم. حاجه كملاحظه، كيفاش تعرفي بلي قلب اللوز ديالك نجحت معاك؟ هي من بعد ما تخرج من الفرن مباشره تحطي صبعك الى لقيتيها طريه هنا غير كملي وشربيها راها ناجحه معاك. لكن اذا قلب اللوز ديالك تحطي صبعك وتجبريها عاصيه، يعني هنا البنات يعني تكونوا متاكدين باللي ما راحش تنجح معكم. هذه عن تجربتي الخاصه، لازم تكون طريه من قبل ما تشربيها. هنا شربتها وبقى لي واحد نصف كاس ولا اكثر، لانه كل واحد كيفاش يشربها. وكذلك هذه الوصفه ناجحه على بها، ما تطلب لكمش كميه كبيره من الشاربات. وشوفوا البنات بقات لي كميه واحده نصف كاس ولا اكثر، وشوفوا كي راها مشربه ومعسله، لانه كاين اللي يحبها معسله بزاف يعني يشربها بزاف وكاين غير شويه، لكن انا نفضل هذه الطريقه. والنتيجه راها قدامكم البنات، جات رائعه. شوفوا لافارس الحشوه كيفاش تبان من عملت لها هذاك غبره الشوكولا والقرفه، تعطينا واحد اللون ويعني وتحدد لنا الفرق بين الطبقات. لقوا ما شاء الله وشهيتكم في الجنه. يعني الفيديو راه يوضح نفسه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها بنفس الطريقه ديالي. حاجه واحده اخرى، ولازم انها تبات ليله، من الاحسن مي تخدموا قلب اللوز تخلوها تبات ليله كامله. انا نخليها برا واحد الساعه ونصف حتى ساعتين او اكثر من بعد ما نشربها. من نحسها بردت عاده باش ندخلها للثلاجه ونخليها تبات في الثلاجه ليله كامله. هذه هي الطريقه اللي نعتمد عليها انا في القلب اللوز ديالي وتعطيني نتيجه من اروع ما يكون. نتمنى البنات ان شاء الله ان وصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. ان شاء الله رمضان على الابواب اللي يدخل علينا بالخير والبركه يا رب. جربوا هذه الوصفه العائله ديالكم وما راحش تندموا عليها باذن الله. وكالعاده اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تقسموها مع الاهل والاصدقاء، وتدعمونا باللايكات ديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومع اليوم ما نقول لكم غير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.